ثم واحد فلاح الهويشات متاعه الكل صفها له النمر. لا قعد له لا حصان لا بغلة لا بقرة لا ثور، كل يوم تنقصوا زايلة حتى الراجل المسكين تعرى رئيسه. دبروا عليه الناس، انصب حصيلة حط فيها كما تقول انت برشني. في الليل جاء ان النمر يتشمم، لقاه هاك البرشني، ادخل تسكر عليه الباب، احصل ثم. من الغدوة الصباح جاء الراجل لقاه قال ايه هكا ريتك، مالك كيف ما شويتني تقعد ثم مربوط حتى تموت لبعد بالعرق بالعرق. ومشى عليه وخلاه. قعد هاك النمر في القفص النهار الاول الثاني، حرقوا الجوع، في لول يزهروا منها ولا يعوي كالقطوس، مات بالشر. متعدي راجل شاف نمر في القفص حال فمه وعينيه مدعمشة كما يقولوا، خذا فيه الرب معطاه. سخفوا حاله العزاي، قالوا شو قالك يا عم النمر؟ قال له حصلت كي ضبع، لقيت برشني في هالقصب هذايا، انا دخلت والباب تسكر عليا، الطماع يجرى له هكا واكثر. قال له وياش تقول له كان نحل لك الباب؟ قال له ما نخرج. قال له نعرفك تخرج، اما سامحني يا عم النمر، انتم راكم مشهورين بحاجه. شنية؟ قال له بقلة المعروف، يقولوا اللي النمر غدار وما يراش بالخير ومش ذكر. خليك، قال له هذا كلام المغرضين، احنا ما راش بالخير، هاك اللي مازال هو ثم شهم كيف النمر. بدا يدور به في بول الذيب حتى حلوا الباب. خرج، بدا يتشمم وينسنس، يمشي ويجي يدور قرايري ومنها زهر. تفجع راجل، قال شنو؟ قالوا جيعان، مش نموت بالشر وما ثم ما ناكل. هي قالوا برمشي اسرح تلقاشي بعض الهايشة كلها. قالوا ما عادش نجم نمشي، انا نقول لك الحق يا خويا، ما عادش نجم نصبر، مش ناكلك. شنيا؟ يا عم النمر، قالوا اش كنت تقول قبل ما نخرجك من القفص؟ انت ما كوعدتني، اعطيتني كلمة شرف. خليك، قال له بلا بلا شرف بلا. اي صلي على نفسك لازم لازم. بدا يلحلح بيه ويزقدح شيء. قعد الراجل يفكس في حيلة كيفاش يطول المشاورة ويمنع من هالحصلة اللي حصلها. وعلى كل حال ما هو ملك الموت كما يقولوا يعطي راحة. قالوا هاو نشوفوا شكون يحكم بيناتنا. قالوا النمر واذا كان اللي مش نحكموه يجي معاك؟ قالوا عجبي، ما هو نكسروا الحكم لغيره مليح. وكيف هذاك يجي معاك زادا؟ قالوا نستانفوا لواحد اخر ثالث. وكيف الثالث يجي معاك؟ قالوا نشوفوا واحد اخر رابع يحكم بيناتنا. هاو نحكموا بيناتنا ستة مخلوقات. اي قالوا نمشيو. بداو ماشيين، وساعة ساعة النمر يتلفت له ويحل فمه اهدى كله حتى وصلوا الكرمة. سلموا عليها، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لها الراجل يا شجرة التين يلي ذكرك ربي في كتابه العزيز، احكم بيناتنا. قالت وش بيكم؟ قال لها النمر هذا لقيته مربوط في قفص، حليت عليه الباب يا اخي ها، وقال لك يحب ياكلني. قالت هك الكرمة هذيك بنادم صاحب شر
وعمره ما يقر فيه الخير. شوفوا الأغصان متاعي كيفاش مكسرها بنادم هذيك راهي. لو كان يبدا يدور بيا بالخطيوه والكعيبه كرموس لقاها طايبه ياكلها ما يسالش. اما هو يحب يطلع ويبدا يكسر لي في اغصاني. يقولوا ما جزاء الاحسان الا الاحسان. اما بنادم ما معاهش احسان. قولوا يا عم النمر وصح عليك. اي قالوا زيد القدام. الحكم هذايا ما نرضاش بيه. زادوا القدام يلقاو جمل. حكالوا الحكايه. واذا به الجمل قال شفتوش العرق اللي يجري مع لحمي؟ قالوا له ايه لاباس. قال هارب من سي بنادم قليل الخير. وقت اللي كنت صغير ونحرث ونهز الاثقال كان يحبني ويكرمني ويشبعني بالعلفة. وكيف كبرت ولا يضرب فيا واليوم سمعته قال ماشي ينحرني. واللي تهربت بالروح وهاني باقي هارب. قول يا عم النمر صح عليك. انا ما ناكلش اللحم ولا ناكل معك. سمعت قالوا نستلف. اي يزيد قدام. لقاو ثور حكالو. قال شنو انا هربت لهم من باب البطوار بالروح والززار في جرتي بالسكينه نتاعو حتى دخلت الخلاء ولا سلم وما زلت نسخف على سيدي بنادم. قول يا عم النمر اتهشش عليه وروق بدنك صح عليك وبالشفاء. قال لا الحكم هذا ما عجبنيش. وزادوا القدام لقاو نسر راسه قد القصر. قال انا نسكن فوق الجبال في بقايع اللي يصعبوا على الجأ ومع هذا ما يصعبوش على الانسان. بنادم يعمل جديدات وسباقات ويعمل حبل ويبدا يتشعبط حتى يوصل للعش بتاعي ويقتل لي اولادي. اش ريت من بنادم انا؟ ما ريت الا الشر. واليوم يطيح في يدي بنادم ونرحمه. قول يا عم النمر صح عليك وان شاء الله يطلع لك اشحم والحم. قال لا ما عجبنيش الحكم. هيا جر القدام. وصلوا لغدير لقاو تمساح شطروا في الماء وشطروا البرة. حكاوله. قال يا عم النمر هاك الكلب المكلوب اللي قدامك هذاك اللي في جنبك هذاك الجلد متاعي يعمل فيه سطوشات وصاكات للنساء. قول. قال لا حتى هذا الحكم ما عجبنيش. ايش مازال توا؟ قالوا مازال السادس. اي زيد القدام. زادوا القدام لقاو الذيب. حكاوله. قال ما فهمتش. عاودوا لي نازل عاودوا. قال ما تشخصتش الناس. لا ما نتشخصها الا ما نبحث على العين باش ما نظلم حد. وين وقعت نازلتكم انتم الساعه؟ قال ها في البقعه الفلانيه. قال يا اديوني. رجعوا به حتى وصلوا للقفص. هذا هو. قال هذا هو. قال له وانت يا سي النمر كنت الداخل في القفص؟ قال له لا كنت البرة ومنها دخلت. ما فهمش. قال وكنت متلفت لهوني ولا الداخل؟ قال له ما فهمش. قال له معناها راسك في الجهة هذه ولا في الجهة الأخرى؟ قال في الجهة الأخرى. قال ما فهمتش مليح بربي كيفاش وريني الهيئة متاع القفص كيفاش. قالوا تهاه ودخل النمر للقفص. وقتها الذيب تلفت لبنادم وقال له القفص كان محلول ولا كان مسكر؟ قالوا بالطبيعة كان مسكر. هاو كيفاش كان وسكر الباب. هي قال له عادش تحب تاخر شحب اخر برا مشي على نفسك. يا اخي ولات ببلادكم عشرة ولا ابوك وابوه اخوه. هاو النمر تحصر وامشي على نفسك انت.
قال له بالله يا عم الذيب، اش بيك جيت معايا؟ كلهم الشر والهوايج جاو ضدي الا انت. قال له ما خاطر الاثنين كيف كيف، ما ناش ملاح. هاك الليلة في حصة اختبر ذكاك يحكيوا على سيدي بوقفة. قال لك في بر ترك وقت سلاطين آل عثمان قبل الجمهورية وهالنظام الجديد، وقت اللي كانوا يلبسوا الشاشية المجيدي والكشطة والقفطان والشلاغم مبر ما تكتف جمل، كانوا ترك يقولوا ياسب الأولياء والصالحين ويستعقدوا في الزوي ويوعدوا ويزوروا ويهديوا. قال لك ثم زاوية في بحيرة لنظول فيها شيخ رجل كبير لحيته بيضة كيف سبايك الفضة على صدره، 3 سبح في رقبته والكعب بتاعهم قد البوتشي، ميعاد وخوان وبيوت ملاية بالسكان زيار جايين من كل بر، هذا جايب ثور وهذا جايب علالش وهذا قمح وهذا شعير وهذا سمن وعسل وهذا دجاج وعظم، والداخل ياكل والخارج ياكل، النار ما تطفاش، وكل فطور وكل عشاء تخرج قصاعي الكسكسي والمسلان، يعني زاوية تطعم كما يقولوا، مستعقدين فيها ياسر سكان هاك البر هذاك الكل، واللي تتقضى له حاجته لازم يجي مدحبن زاده بالغنم ولا بالبقر ولا حاجة وبالحراير والزرابي والبطاطن والفلوس. انهار الشيخ كلف واحد من الخيوان متاعه بقضية باش يمشي للبلاد الفلانية كيف ما نقولوا لزميل، اعطاه ابهيم كنكم الله وقال له اركب على البهيم هذايا وامشي هكا بالمرحلة بمرحلة حتى توصل. اركب بالراجل وشد الثنية، النهار الاول الثاني الثالث هاك البهيم هذاك ثقلت ساقه ولا يمشي بالخطيوة ومنها ولا يتعثر ومنها حشاه خشمه في القاعة وبرك. اهبط الراجل جاي قاعده ويلقى البهيم مات. كيفاش مش يعمل قال كي هات الساعة نردمه ويعمل الله دليل، حفر له حفرة وردمه وقعد يخمم كيفاش مش يوصل لهالبلاد اللي بعثوا لها الشيخ، مش يمشي على ساقيه قداش تحب له باش يوصل، زعما يتعداش بعض الفارس يركبوا معاه. هو هكا قاعد ويدو على خده ويخمم، والعجاجة قامت والغبابر تطاطر للسماء والدريز كأنها محلة جاية، بدات تقرب بشوية بشوية حتى وصلت، وبدا يشوف شنو خيل تتراكض وصبايحية شاهرين السلاح وكروسة راكب فيها باشا قدرني قدرت والله متاع هاك البلاد هذيك، ماشي للباب العالي لاسطنبول، بعث له السلطان باش يجي يقابله في قصر يلدز. كيف وصل على حده قال وقف يا كرارسي، ايش بيك يا ولدي؟ قال له يا سيدي يا بهيم الشيخ الدوام لله مات لي في الخلاء هذايا، ما لقيتش شكون يعاونني، هاني كنت توا ندفن فيه. الباشا من الدريز بتاع الخيل ومن الهرجة هذيك ما سمعش مليح، ما سمعش كلمة بهيم، سمع الشيخ، مشى في فكره راجل ولي صالح مات ثم على غفلة
واش أحسن من اللي يموت هكايا على غفلة من غير مرض ومن غير تعب ومن غير ما يملوه أهله. ظهرت له هذيك من أشاير الشيخ، من أهل الجنة يعني. قال أنا ماشي لمولانا السلطان ابعث لي، ما نعرفش علاش. اسمع يا مدد، استناني هوني حتى نرجع، واقرا لي واطلب ربي باش يسترني. كان ربي جابني في الصواب والسلطان مش متغشش عليا، راني كيف نرجع نبني زاوية هوني للسيد ونحطك انت الشيخ متاعها. وكان ما رجعتش اعرف راهو السلطان رماني في الحبس ولا للصيودة ولا المراس. وشد ثنية ومشى، قلبه يدق وخايف ويحسب في 1000 حساب، ازمانتها على اقل شيء اكبر كبير هيتأثر راسه. يا اخي ما كانش ثم موجب للخوف متاعه. قبلوا السلطان قبول احسن وقال له راني سمعت بيك اللي تحكم بالحق وترفق على الرعية وما تاكلش فلوس الناس، عيط لك باش نعلق لك النشان الهاميوني ونزيدك البلاد الفلانية تحكم فيها. وروح الاخر ماشي يطير بالفرحة يشطح في الكروسة. قال هذه كرامة الشيخ، الكرامة الأولى. ارجع على ثنيته، وصل لهاك البقعة يلقى الراجل باسط كفوفه للسماء وعينيه مغربة وهو يقرأ ويلعلع ما فاطن بشيء. والراجل اطلع حتى هو أشمن وحيد، عجبته اللعبة وقال إذا كان رضا الله لازم نعمل أفار مع هالباشا هذا. وقفت الخيل، وقفت الكروسة. الراجل مش هوني، عمل نفسه مفطن بشيء، سابح في علم ربي. أهبط الباشا بخشوع وقف عليه، قعد يستنى فيه حتى رد السلام وتلفت. وقتها طبس وكب عليه. ها قالوا تقضات القضية ما هو يا باشا؟ قال له يا سيدي ببركة الشيخ وبفضل دعاك. اما لا يا سيدي تعرفش كيفاش، اقعد انت هنا هاني تو مش نبعث لك البناية ويكون كل شيء على نظرك وتحت اشارتك، وكبر قد اللي يظهر لك، ما تخافش على المصروف. من غدويك خلطوا البناية، جات كرارة الحجر جير الكذال الزليز والاخر احفروا هوني، اعملوا الساس هوني، ابنيوا المقام هوني، هذوما بيوت، هذه ميضة، هذه المصلى، هذا اسطبل للخيل، هذا للخزين، هذا الغنم، هذا البقر، هذا الدجاج، هذه دار الشيخ. وجاو النجارة والحدادة والدهانة ولات زاوية، زاوية وعليها الكلام. على بعيد تظهر قبتها خضراء ورمانتها نحاس تللش في الشمس. سمعوا الناس بدات الزيار دازة، زاوية جديدة بناها الباشا على خاطر شاف إكرامة للشيخ. ودزت الخيرات ولات حظبة وسوق دلال والذبيحة ديمة كل يوم والدم يسيل. ما هو الجديد إلو طربة والقديم إلو ضربة. هاك الزاوية القديمة ما عاد مصفر عليها حد، لا زيار لا ماشي لا جاي، فروج الدجاج ما عادش يشوفوا الشيخ. نشد الخيوان تش ثم يا جماعة؟ قالوا ما عرفوش الشيخ. قال تراه تستخبروا. اركب واحد منهم مشى، غاب 3 أيام رجع، قال يا سيدي راهي ثم زاوية جديدة على مسير 3 أيام من هوني، الناس الكل ما روحت لها. عجايب، زاوية شكون؟ قال ما نعرفش، أنا شفت من بعيد. قال نمشي نشوف. شد ثنية، النهار الأول الثاني الثالث يوصل، ضرب الكتف
بالسيف في نجم شق الحظبة وصل. أيا لقى الميعاد منصوب، قعد من جملة الناس يخزر للشيخ: هذا مش من الخوان متاعي، هذا مش فلان اللي كنت هاك الأيام بعثته في قضية الزمير. هو مش هو، هو مش هو. خزر حتى الآخر تلفيته من التلفيتات جات العين في العين، عقل الشيخ متاعه. أيوة وفى الميعاد، قراو الفاتحة، خرجوا جماعة بالواحد وكبوا على الشيخ. قعدوا هما الاثنين. قام كب على شيخه وقال له: جيتك من جناب الله، تسامحني يا سيد الشيخ، راهو خاني عرفي وغواني الشيطان. قال له: مليح مليح، قل لي شكون اللي مدفون هوني؟ قال له: يا سيدي إذا كان الكذب ينجي، صدقا جوانجا، راي النازلة فيها وفيها. بهيمك هو اللي مدفون تحت هالتابوت هذا. سامحني سامحني يا سيدي، ويكون الفضل منك، وانت راك في مقام الوالد، والبو ما يتشددش مع ولده. قالوا: لا 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 لا، ما يسالش ما يسالش، كما يدين الفتى يدان. تعرفش انا شكون اللي مدفون عندي في الزاويه متاعي؟ بو هالبهيم هذا اللي دفنت وانت في زاويتك. وكلنا في الهوى سواء، انا دجال وانت تربيت عليا على يدي، وهاك طلعت دجال اكثر مني. لا هو الطبيب قل لي شكون قتله يا اخي، مش صانع هو. يحكيوا على والي كان في اسكندرية في قديم الزمان، يقولوا له حسام الدين. ليلة هو ساهر في السرايا، ودايرين بيه الأكابر والأعيان متاع البلاد والشعراء والمضحكين والخرافين. ودخل الحاجب قال: يا سيدي ثم واحد شكائي. قال: شنو توا جاي يشكي في الليل ما ينجمش الغدوة؟ قال له: يا سيدي هذا راهو جاري بلاد ويتبلحث في القاعة. قال: تعريت. قال: جيبوا. دخلوا الحاجب، هاك الراجل وجهه أصفر كانوا خرج من القبر، عينيه مزعزع حمر كيف قطع النار. شبيك؟ قال له: يا ولدي. قال له: يا سيدي أنا جيت اليوم برك لبلادكم السعيدة، أنا من القاهرة، وصلت الإسكندرية عند المغرب، نزلت في الفندق الفلاني، تعشيت ورقدت، فقت قلبي ما قال لي خير، جيت نتفقد في الحوايج متاعي، عندي كيس فيه 1000 دينار جايبهم باش نتاجر بيهم هوني، لقيت تسرق لي. يا سيدي تعرى رويسي، يا سيدي يا سيدي. قال: جيبوا لي المقدم. المقدم في ذاك الوقت هذاك كان كما نقولوا اليوم الكوميسار. جاسي المقدم قال له: الناس الكل اللي في الفندق الفلاني هز بيتهم الليله في الحبس، كيف مولا الفندق، كيف الصناع متاعه، كيف الكراي، هزهم الكل وسكر الفندق. وانت قال له: يا ولدي اجا غدوه. ومشى كل حد على نفسه. من غدوك على الصباح خرج الوالي لبيت الديوان، وقف الحاجب قال: سيدي حاضر يا شكاية. قالوا: استنى الساعة، جيب لي هاك الجماعة متاع البارح، هاك اللي تسرقوا الكيس وهاك الجماعة اللي في الفندق. مشاو للحبس، جابوهم كل وتصفوا قدام الوالي، وجاموا للفلوس وقف. قال: ايه اشكون نسرق فلوس الغريب هذا؟ قاموا الكل يتعايتوا، هذا يقول مظلوم وهذا يقول بريء وهذا يقول باطل. قال: هبطوا الكل الفلقة والعصا حتى يقر اللي سرق الكيس تاع الراجل. مشاو الحجاب يجريوا باش يجيبوا المعون،
وإذا به راجل جاي من تالي شق الناس وجاء في الصف الأول وقف. قال يا سيدي هذوما الكل راهم مظلومين، أنا مولا العملة، هاو الكيس بتاع الراجل، وجبده من تحت ورماه قدامه. قال الوالي هذا الكيس متاعك يا ولدي؟ قالوا هذا رزيق يا سيدي. قالوا كيفاش سبته عندك الكيس هذا؟ قالوا يا سيدي انا حشاك سرق، لكن مانيش من هاك السراق المراندية، عمري ما سرقت دجاجة ولا حوايج صابون من شريطة، ما نسرق الا سرقة 2 في العام ما يكفيني مصروفي متاع العام الكل. ما نحب الا السرقة المليحة نظيفة، فن وصيبعات وفكر، ونتبع السرقة من بلاد لبلاد زادة ونصبر لها حتى بالشهر وشهرين وثلاثة. اما المرة هذه هاو ربي قصر التعب. كيفاش؟ قالوا اليوم جمعة كنت في القاهرة في سوق الصرافية، شفت هالسيد هذايا قعد قدام واحد صرافي وجبد خرج وصبوا قدامه فلوس فضة ونحاس، وبداو هو والصرافي يحسبوا ويرصفوا قدامه فوق الطويلة الصغيرة اللي قدام الصرافي، وصرفهم له الويزات كرتوشات، حطهم في كيس ورمى الكيس في الخرج متاعه ومشى. تبعت جرته، قل لك الحق، من زنقة لزنقة، من نهج لنهج، من سوق لسوق، وانا لاصق كيف ظله نتصدله في الضربة. يا اخي سافر من القاهرة، سافرت معاه، وين يركب نركب معاه، البلاد اللي ينزل فيها ننزل فيها معاه، والثنية الكل وانا نتحايل عليه ولا قدرت عليه، حتى وصلنا لبلاد كالسعيدة. بديت نتبع فيه كيف العادة، دخل لها الفندق، دخلت في جرته، كرينا فرد بقعة، وقعدت باقي الراست فيه، كل حد تعشى نفسه، سهرنا شوية، هيا جاه النوم وبدا يثاوب وتمد القد. بديت نسمع في الشخير متاعه، وليت ارقدت انا وبديت نقرب له بشوية بشوية حتى لصقته، وجبت السكين قصيت له الخرج وجبتها الكيس هذا هك، وطبس ومد يده. هو ما قلنا رمى الكيس في القاعة ما بين الراجل والوالي، والراجل يخزر كاشخ ما هز الكيس بتاعه، والاخر طبس ومد يده للكيس ويهز فيه ويتكلم ويحكي، وكل حد يتبع في الهدرة، وكل حد يعتقد اللي هو يوري فيهم كيفاش هزوا من الخرج، وبدا يتكلم ويوخر ويتحدث وعامل أشلة، وبقي يوخر ويوخر حتى خرج من الباب بالتوالي حتى بعد. وقتها تسيب يجري، ثم بحيرة ترمى فيها وبدا يعوم. صاح الوالي جيبوه عندي حد أقلتوا عليه، تسيبوا في جرته هاك الأعوان، لكن ما نزوا حوايجهم وترماو في الماء إلا ما هو خرج من الجهة الأخرى وعطاه لسقيه. اسكندرية زناقيها ياسر، وزنقة تنفذ الزنقة، دخل من هذه خرج من الأخرى، غاب على انظار أرض كانت مبلعة. ومولا الكيس كيف الراجل هرب خلط حتى هو في جرته مع الناس، لكن كيف وصل للماء وقف، يمكن خايف لا تبلك لاسطو. كيف قطعوا لياس من هاك السارق وتيقنوا اللي هو معاش متوجد، رجعوا للوالي قالوا هرب يا سيدي. قالوا عنديش باش نعمل لك، انا ايش تحبني نعمل لك؟ اغريمك هاك عرفته ورد لك رزقك وما هزيتوش، توا ها هو كهرب ولو خرج من البلاد برا مش تبعه اذا كنت تحب.